طريقة عمل سماد الكمبوست. سماد الكمبوست سهل جدا، كل اللي بيتكون من مكونين أساسيين. الكربون هو عبارة عن الأوراق البنية أو الحاجات الناشفة، أوراق الشجر. والخشب ممكن برضه لو خشب ضعيف ممكن يتحط فيه بشرط إنه يكون سهل التحلل. والنيتروجين عبارة عن بواقي الأكل، ممكن قشر بطاطس، قشر أكل فايض مننا. وطبعا المية مهمة جدا في أي حاجة. أول حاجة بنحط بواقي الأكل معانا هنا، وبعد كده طبعا الورق مهم جدا إنه يكون مقصوص كويس عشان يتحلل بسرعة. طبعا المية كل ما يكون فيه نسبة رطوبة أو مية أو السماد بتاعنا طري بيتحلل أسرع. وطبعا بعد كده لازم التقليب الجيد، سواء نحطه في الجهاز ده أو هنحط في برميل. لازم يتقلب في الأسبوع مرتين على الأقل عشان يتحلل بسرعة، أو يتقلب المكونات بتاعته، وبالتالي ياخد كله يتقلب في بعضه ويتحلل أسرع إن شاء الله. شايفين من جوه بقى عامل ازاي؟ كله متقلب في بعضه. طبعا في الحر بيكون أسرع في التحلل.